يأكل بملاعق من ذهب ويملك أكبر أسطول سيارات. من هو السلطان المرصع بالذهب حسن بلقية؟ هو سلطان الثراء وأغنى أغنياء العالم. هو الرئيس الذي لا يأكل إلا بملاعق من ذهب ويرتدي ملابسه مطرزة بالذهب والفضة. إنه رئيس البذخ والثراء الفاحش، مالك أفخم قصر رئاسي في العالم. إنه ثاني أغنى رجل في العالم الإسلامي. حاكم دولة بروناي الآسيوية حسن بلقية معز الدين وعد الله. ولد في 15 يوليو سنة 1946. تلقى تعليمه الثانوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قبل أن يكمل تعليمه في الأكاديمية العسكرية الملكية ببريطانيا، ليدخل بعدها مضمار السياسة وبتتويجه السلطان 29 لدولة بروناي، التي تدعى أيضا بدار السلام، وتقع في جنوب شرق آسيا، بأغلبية مسلمة وبعدد سكان لا يتجاوز 400,000 نسمة، بثروة تبلغ 20 مليار دولار. لا يكف حسن بلقية عن إبهار العالم ببذخه ورفاهيته، حتى أطلق عليه العالم لقب السلطان الذهبي. فهو يمتلك أكبر وأفخم قصر في العالم، يتكون من 1788 غرفة و257 حماما مرصعا بالذهب والفضة الخالصة. كما يحتوي القصر على 650 لوحة فنية لا يقل ثمن أرخصها عن 150,000 يورو. ويتطلب منك القصر مدة 24 ساعة لاستكشافه بالكامل، بحيث لن تتجاوز مدة تفقدك للغرفة الواحدة 30 ثانية فقط. وتوجد بالقصر كذلك بحيرة تضم 10 أصناف من الدلافين، إلى جانب مسجد كبير يتسع ل1500 مصلي، ومستودع يتسع ل110 سيارات فاخرة، وإسطبل كبير للخيول، و18 مصعدا لتيسير عملية التنقل في أرجاء القصر الفسيح. إذا كنت تظن أن هذا كل ما يتمتع به سلطان الذهب فأنت مخطئ، إذ يمتلك حسن بلقية أكبر مجموعات سيارات خاصة في العالم، يتجاوز عددها 1933 سيارة، بأكثر من 531 سيارة مرسيدس بنز، وأكثر من 367 سيارة فيراري، و185 BMW، و177 جاكوار، و160 بورش. ويبدو أن حاكم بروناي الفاحش الثراء لم يكتفي بأسطول السيارة النفيس، حيث اشترى له طائرة خاصة احتلت مركز أفخم طائرة في العالم، تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، وتحتوي على أثاث وحمام كلها مرصعة بالذهب الخالص. هذا وقد امتد ثراؤه إلى مختلف أنحاء العالم باستثمارات عملاقة ومشاريع تذهل لها العقول والنفوس، حيث يمتلك أفخم الفنادق في أهم مدن وعواصم العالم، في لندن وباريس وميلانو ولوس أنجلوس وروما، واللائحة طويلة. كما يمتلك مزرعة كبيرة في أستراليا تتجاوز مساحتها مساحة بروناي نفسها. لم يتسبب سلطان بروناي في الجدل بسبب ما يمتلكه فقط، ولكن تصرفاته العجيبة والغريبة خلقت نقاشا وطرحت علامات استفهامات كبيرة. كيف يمكن لرجل أن يكون بهذا الإسراف والبذخ؟ من بين هذه التصرفات هو دفعه لمبلغ خيالي يقدر ب25,000 دولار فقط من أجل إحضار حلاقه الخاص من لندن إلى قصره بروناي ليقص له شعره. كما استأجر له جناحا خاصا بطائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية. وفي موقف آخر استقطب اهتمام العالم وشكل موضوع جدل كبير، هو ما قام به السلطان في ميلاده 50، حيث دام الاحتفال لأسبوعين، وأقام حفلا فاخرا وأمر بحضور مغني البوب العالمي مايكل جاكسون. كما نظم مأدبة عشاء ضخمة ضم 3000 شخص، وتم إحياء حفل موسيقى خاص حضره معظم المشاهير من مختلف أنحاء العالم، وتم إحضار ملكات الجمال من بلدان مختلفة لتقديم عروض خاصة بأجور جد باهظة. إن كل ما ذكرناه هو مجرد نبذة بسيطة عن الحياة الفاحشة التي يعيشها سلطان بروناي حسن بلقية، والذي ملأت شهرته الآفاق وخلق الجدل وأثار حفيظة الكثيرين حول العالم، وذلك بسبب إنفاقه اللامحدود للأموال واستهلاكه اليومي للذهب.